بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا لايف وذ ذا شيف على صفحه زانوسي. كل سنه وانتم طيبين. رمضان بيتسرسب زي الميه ما بتتسرسب كده من الحنفيه، يعني بيجري ورا بعضه كده. النهارده 5 رمضان، انا مش مصدق بجد، يعني انا حاسس ان رمضان لسه بادئ امبارح، عشان كده مش مستوعب ان رمضان يعدي بالسرعه دي. بس دايما هتشوفوا على صفحه زانوسي الجديد والممتع مع الشيف يسري في برنامج لايف وذ ذا شيف، اللي لأول مرة زي ما بقول كل يوم، لأول مرة في تاريخ مصر وفي تاريخ الشرق الأوسط يحصل برنامج لمدة 30 يوم لايف في ميعاده، وبيقدم لكم حاجات جديدة ومبتكرة. زي ما قلت لكم إن احنا محتاجين دعمكم، محتاجين إن احنا نعرف آرائكم، عايزين تطوروا إيه، عايزين تعرفوا معلومات إيه، عايزين تاكلوا معانا إيه، هنعمل لكم اللي أنتوا عايزينه. في البداية كان أول 10 أيام دول حبينا نعمل لكم أكلات كده شكلها لذيذ وريتشي ندلع الدنيا زي ما بيقولوا، لكن في الايام اللي جايه هنعمل كل شيء، هنعمل فول وهنعمل طواجن بسيطه وهنعمل حاجات كتير قوي ان شاء الله حضراتكم محتاجينها، وفيها طعم مميز بطعم الشيف يسري زي ما انتم متعودين. دايما تابعونا على صفحه زانوسي. قبل ما نبدا عايز اذكركم تاني، كل يوم هقولها وهقولها لغايه اخر الحياه، يعني زي ما بيقولوا ملناش غير رقم واحد، هو رقم 1 4 ساعات، 1 4 ساعات، الرقم بتاع صيانة زانوسي. أي أرقام تانية، أي إعلانات تانية بالتركي يوك، مش بتاعتنا خالص ولا بتاعت زانوسي خالص. جربوا إن أنتوا تطلبوا 1 4 ساعات وشوفوا هيقولوا لكم إيه، وشوفوا هيجوا لكم إمتى، وتشوفوا ضمانكم وصيانتكم قطع أصلية 100%. النهارده نعمل أكلة بسيطة حلوة لذيذة اسمها الشركسية. كنا سايبين لكم الاسم كده تعملوا فيه حوارات لغايه في ناس جاوبت وعرفت. شركسيه بسيطه ما فيهاش حاجه خالص، هي فرخه بناخد من شوربتها شويه، نطحن معاها عين جمل محمص شويه، وتوست او عيش فينو، وحاجات بسيطه هنقول مقاديرها. بس تعالوا الاول نشوف المقادير. عندي فرخه مسلوقه هنسلقها، يعني عندنا البوكي جرني اللي احنا بنتكلم عليه دايما كل يوم هفكركم حته بوكي جرني. بوكي جرني يعني لفه الخضره، جزر، بصل، كرفس، اساس في كل الاكلات، في كل ميه السلق، بصل، جزر، كرفس. طبعا احنا ممكن نجيب فرخه كبيره زي الديك الرومي، لكن احنا عندنا عشان امكانياتنا فيها حلل صغيره، يعني مش عايزين نكتر وعايزينها تستوي بسرعه. يبقى انا عندي بصل وجزر وكرفس وورق لورو وحبهان، وممكن احط فصين مستكه لو حابب، مفيش مشكله خالص. بعد كده هناخد الفرخه بتاعتنا حجمها مثلا كيلو، كيلو ونص زي ما تطلع يعني، بس تكون يا ريت فرخه بلدي كده طعمها حلو عشان تعمل لي شوربه حلوه. وهنحطها جوه الميه بتاعتنا اللي بتغلي دي، نزود شويه ميه كمان ونغطي ونسيبها لما تستوي معانا تاني. بس طبعا انا عارف ان احنا وقتنا دايما بيبقى مش طويل قوي او مش كتير قوي، فاحنا عشان وقتنا مش كتير بنعمل ايه؟ بنكون مجهزين واحده ثانيه. بعد ما جهزت واحده ثانيه في الحله دي، وعندي هنا الشوربه بتاعتنا بشكلها اللي فيها البصل والجزر والكرفس واللورا وكل شيء. لازم تكون فرخه بلدي عشان تديني لون الشوربه اللي انتم شايفينه ده، وريحتها يكون فيها نكهه حلوه، يعني طعم كده ان شاء الله يعجبكم. هنعمل ايه دلوقتي؟ بعد ما الفرخه اتسلقت خالص قدامنا في البوكيه جرنيه اللي فيه بصل، جزر، كرفس، لورا وحبهان ومستكه، واول ما هتبدا تغلي هديها شويه ملح. خدت الفرخه خليتها، شلت الجلد وشلت العظم، خليت بس الصدرين والوركين بدون جلد وبدون عظم، هنخليهم كده قدامنا. والشوربه بتاعتي زي ما هي اهي هناخدها عشان الشوربه دي اللي هنعمل منها الشركسيه. بقيه المقادير بقى، يعني كل اللي انا بشرحه لكم ده عباره عن الفرخه بتتسلق ازاي وسلقناها، يعني انتوا لو عايزين فرخه مسلوقه كل ده احنا اللي شرحناه من بدري. بقيه المقادير عندي من كوبايه لكوبايه ونص من الشركسيه. يعني انا جالي على الصفحه سؤال بيقولوا لي انت عامل على قد فردين او 3، اعمل لاسره. احنا قلنا مثلا فرخه واحده يبقى عايز كوبايه لكوبايه ونص من عين الجمل. فعين الجمل دي بنحمصها شويه في الفرن عشان تبقى مقرمشه شويه اهي. وبعدين لو انا هعمل لعزومه كبيره هنخلي الكميه كوبايتين ونص، 3 زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكله. طيب على حجم العين الجمل بيبقى حجم التوست، يعني لو كوبايه هيبقى 4 شرايح من التوست. يا شيخ يوسف انت بتعقد الامور ليه؟ توست ايه؟ ما تخليه عيش بلدي او عيش فينو. ممكن ينفع العيش الفينو عادي جدا. يبقى احنا عندنا عين جمل
وتوست، بس انا طبعا بستسهل شويه، واهو 4 شرايح توست، كوبايه ونص من عين الجمل المتحمص شويه، مش متحمص يعني لدرجه ان لونه يبقى براون، لا. وعندي معلقه بابريكا، احتمال اضيفها واحتمال لا. طب يا شيف يسري ما بياخدش الشركسيه بصل ولا ثوم ولا الكلام اللي احنا بنسمع عنه ده خالص. اساس الشركسيه مرقه الفرخه اللي انا عملتها سلقتها، وعين الجمل او الجوز، عشان طبعا الدول العربيه لو بتفهمنا دلوقتي هم ما يعرفوش يعني عين الجمل، يعرفوا الجوز. وعندنا هنا التوست او الخبز اللي هو الافرنجي وبابريكا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كل الحاجات دي مش محتاجها ونروح ناخد بقى مصفى وناخد كزرونه عشان خاطر نعمل الشركسيه. انا عندي قد ايه؟ قلنا كوبايه ونص واربع توست، 4 شرايح توست. فانا مش عايزها الصوص بتاع الشركسيه ما بيبقاش خفيف، ما بيبقاش سايل، بيبقى تقيل. فاحنا هنحط ما يعادل كوبايتين شوربه الاول وهنجرب، لان الشوربه جنبنا مش هنخسر حاجه. نصفيها كده عشان لو فيها خضروات او حاجه ما تنزلش في الشركسيه بتاعتنا. اهو هنحط حوالي مثلا كوبايتين من الشوربه دي، كوبايتين يعني حوالي نص لتر. احنا دايما بنقول، بحب اقول لكم المعلومه الكب الاساسي في الستاندرد في العالم كله هو ما يعادل 250 مللي. يعني ربع كيلو يا شيف يسري؟ لا خالص، ربع كيلو حاجه و250 مللي حاجه ثانيه خالص. بمعنى السوائل كلها، الميه، الزيت، الكريمه، اللبن، كل السوائل بتتقاس بالملي، ملي، مالهاش دعوه بالكيلو. يعني احنا دايما نروح عند الراجل بتاع اللبان ونقول له ادينا كيلو لبن. عمرك شفت اللبان بتاع اللبن البلدي بيوزن لك كيلو لبن على الميزان، ولا هو عنده معيار كده بيقوم ماليه ومفضيهولك؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. المعيار ده 1 لتر لبن، احنا بنقول عليه كده باللغه الدارجه كيلو لبن. لا، ده لفظ خاطئ جدا، احنا او مصطلح خاطئ احنا دايما بنقوله. لكن اي حاجه سايله، ميه، زيت، لبن، كريمه، تتقاس بالملي او تتقاس باللتر. جميل. الكوبايتين ستاندرد يعني نص لتر كامل من السائل بتاعنا. يبقى في فرق بين الميزان والملي متر. حبيت بس اقول لكم المعلومه. هنجيب الفود بروسيسور بتاعنا نحطها هنا، وبعدين ناخد عين الجمل. التحميصه اللي انا بعملها لعين الجمل دي هي عباره، انا بس عايز اشيل واحدتين كده ممكن نجمل بيهم، واحدتين شكلهم كويس. التحميصه اللي انا بقول بتاعت عين الجمل دي بتعمل ايه بقى؟ بتخلي عندي يقرمش، ما تخلوش يتسحن ويبقى معجن. فاحنا هناخد كده نشغل، بسم الله، كهرباء اهو. بصوا بقى، حاولوا تخلوا الشركسيه تبقى شويه خشنه، ما تبقاش ناعمه خالص، مش عايزها تبقى بيوريه. يعني احس كده بطعم عين الجمل وانا باكلها، يبقى جاي تحت اسناني كده. فاحنا اهو كمان حلو قوي. وبعدين اجيب التوست بتاعنا، 4 شرايح من التوست، ممكن نقطعهم كده قطع بالغلافه الخارجيه دي يا شيف يسري، او بالقشره اللي هي بره دي. مفيش مشكله خالص. يعني ممكن ما نشيلش الحته الحرف البني ده، لا خالص، مفيش مشكله في الشركسيه. اللون مش مشكله، يعني اللون احنا عايزينها لونها براون شويه. وبعدين هنشغل بقى شويه ونستنى عليه لما كله يتخلط. يبقى انا الاول طحنت عين الجمل لوحده شويه المتحمص، وبعد كده حطيت عليه التوست. التوست ده بيعمل ايه بقى، او العيش الفينو بيعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي. خلاص مش محتاج اكتر من كده. هنرفع، شوفوا بقى شكله عامل ازاي اهو، بالراحه معايا خالص. هنروح كده اهو، شفتوا بقى؟ مش ناعم لدرجه ان هو زي الباودر، لا خشن. لما نحط بقى ده على الخليط بتاعنا، احتمال نزود شويه في مضرب هنا اهو، احتمال نزود شويه مرق، لان احنا قلنا الكميه، انا حطيت كميه الاول وبعد كده ممكن اضاعف كميه المرق تاني. ونفضي كل الكميه دي مره واحده، وما تسيبوهوش بقى مع التقليب المستمر، ما تسيبوهوش مع التقليب المستمر. من الاكلات الحلوه قوي اللي الناس بتحبها، وفي ناس كتير قوي ما تعرفهاش،
خلاص. وبعدين نقلب كده. بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي. اول ما حطيت على المرق بدا يتقل، هسيبه على النار مع التقليب المستمر. هتلاقوا ان الخبز بتاعي او التوست ده بدا يتفتت ويدوب جوه الشوربه، ولكن عين الجمل بيفضل زي ما هو. هنسيبه كده على النار. لو محتاجين نزود شويه مرق صغيرين، واول ما هيبدا، انا مش هشيل المرق، خليه جنبي برده لان ممكن احتاجه وممكن لا. اول ما هيبدا يغلي عندي كل شويه اقلبه لغايه ما يتقلب معايا. اروح ابص على الفرخه اخبارها ايه، لان انا ممكن نحتاجها دلوقتي نغرفها يعني. بصوا بقى الفرخه بدات تخش في السوا، نقلبها ونسيبها كده لغايه ما تستوي معانا، وهنشوفها برده قدامكم. كل اللي هعمله هخلي المرقه دي بعيد عشان استغل بقى العيون بتاعت البوتاجاز بتاعتي بتاعت زانوسي. وزي ما قلت لكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أنا ممكن بصراحة أطبخ على البوتاجاز بتاع زانوسي اللي هو ده. هو فيه 4 عيون اهم بس حاجات مختلفة. هتلاقوا هنا في دايرة وفي حتة تانية عاملة زي المستطيل. لو أنا عندي طاجن، هو فين عايز طاجن مثلا أهو طاجن زي ده، الطاجن ده مستطيل. لو انا حطيته على عين الدايره هيبقى النار بتاعتي جايه بجزء واحد بس، لكن هم بذكائهم عملوا الحته الدائريه دي او حاضر. مين اسمها ايه؟ الهام. حاضر من عينيا. طيب هنا بس ايه عشان بس الحته دي محتاجه شرح. شفتوا بقى بقول لكم عنده طاجن مستطيل اهو او قالب مستطيل. لو انا حطيته على حته دايره بس، الدايره دي هتجيب هنا بس نار. فانا لو البوتاجاز العادي ده بولع عينين علشان اجيب هنا وهنا، لكن ده معمول بحتتين. لو انا دوست زودت هنا هتلاقوا دي بتحمر هي كمان، ويبقى النار هنا موجوده والنار هنا موجوده، وتسوي لي الطاجن ده بمنتهى السهوله. كل حاجه بقولها لكم اهو. لو بصيتوا بالكاميرا من فوق بدا العين تبقى مستطيله مش مدوره. شفتوها؟ اول ما هتوصل لدرجه الحراره. نعم. طيب احنا كده عندنا سؤالين. عندنا من استاذه الهام عايزه تعرف الشوكولاته بتاعت السندوتشات او الجناش، وعندنا تاني السؤال الثاني عن الكريب الحادق من الاستاذ سمير. هجاوب عليهم حالا. بس انا بقى خلاص انا وريتكم الامكانيه بتاعت بوتاجاز زانوسي. هطفي دي وبعدين اقلل الحراره هنا. انا محتاج حراره واطيه شويه، واشيل من على النار هنا عشان خاطر اقلبها كل شويه لغايه. شفتوا بقى الصوص بدا يتقل يا جماعه. الموضوع مش كده، ده موضوع شيق وجميل. انا عايز اعمل حاجه دلوقتي واحنا مع بعض. عايزين نعمل الحلو بتاعنا. الحلو بتاعنا النهارده رز بلبن بالكراميل. انت بتقول ايه يا كتير؟ رز بلبن بالكراميل ما فيهاش حاجه خالص. رز بلبن انا بعمله بطريقه مختلفه واتعلمتها من المدام. ايه ده انت بتتعلم من المدام؟ طبعا، وبفضل اتعلم من اي حد لغايه اخر نفس في عمري. ما تتخيلوش ان انا عشان وصلت في الشهره وفي المعرفه الدرجه اللي انا فيها دي ان انا بعرف كل شيء. لا، انا هفضل اتعلم لغايه اخر يوم في عمري. كل يوم هتعلم جديد. فالمدام عرفتني طريقه لرز بلبن هقول لكم عليها. مش هبخل طبعا على حبايبي. انتوا عارفين مقدار حبي ليكم. نص كوبايه رز بحط عليها كوبايتين ميه واسيبهم يغلوا على النار لغايه ما يفشر كده او يعني يتشرب كده، بيبقى بالشكل ده. شايفين اهو. ايه اللي عملته تاني؟ نص كوبايه من الرز المصري العادي حطيناه على النار، حطيت معاه كوبايتين ميه وسبته يغلي على نار هاديه لغايه ما بقى بالشكل ده. رز معجن. شايفينه اهو. خلاص. بعد ما وصل معايا للدرجه دي هعمل ايه بقى؟ هقوم نازل عليه بكميه اللبن اللي انا هستعملها. نص كوبايه الرز دي بتاخد لها لتر لبن، ونص كوبايه كريمه، وكوبايه ونص من السكر، وكمان معلقتين نشا لو حبينا نربط لو لقيته سايل يعني. يبقى احنا هنحط اللبن اهو على النار مباشره على الرز قصدي. كميه لبن قد ايه؟ حوالي لتر لبن. ده لتر ونص. حطينا الجزء والباقي هخليه لو احتجت هزود تاني، وهقلب. وبعدين ابص كده لغايه ما يبدا يغلي معايا تاني. شايفين الرز عامل ازاي؟ طري جدا.
ناعم جدا، لان انا شربته بكوبايتين من الميه على نار هاديه لغايه ما اتشرب منها وبقى زي الفل. اروح ابص على الشركسيه اخبارها ايه، بدات تتقل معايا. كل ما قعدت على النار الشركسيه كل ما بقت احلى، لونها يتغير وتبقى مركزه. هو انت هتخففها عن كده يا شيف يوسف؟ لو احتجت، لكن ما احتجتش خلاص. فانا كل شويه ما تسيبوهاش عشان ما تتحرقش معاكم، قلبوها عشان تطلع بالشكل ده. الرز بلبن، انت قلت معاه كراميل، تعالوا نعمل مع بعض الكراميل. يبقى انا حطيت هنا على النار قدامكم، اغير بس الاماكن. حطينا نص كوبايه رز مغسول، عليها كوبايتين ايه؟ مش مركز معايا، كوبايتين ميه. بعد ما حطيناها عليها كوبايتين ميه على نار هاديه، بدا الرز يتشرب او يعجن، يوصل للدرجه اللي حطيت عليها لتر من اللبن، وهسيبه كده هنا اهو. حركت مكانه يغلي براحته، ونسيب ده على جنب. وتعالوا مع بعض نجاوب على السؤال بتاع الشوكولاته اللي جالنا. هجيب نص كوبايه زيت، لو انتوا عايزين بتاعه اللي انتوا بتشتروها بس هتبقى غاليه لان هنحط فيها بندق. حوالي كوبايه بندق، كوبايه من البندق متحمص ومتقشر، متقشر ومحمص. بحطها في الخلاط وبحط عليها نص كوبايه زيت، وبحط عليها 3/4 كوبايه سكر باودر، واحط عليها كمان نص كوبايه ل3/4 كوبايه من الكاكاو، واطحن الجميع مع بعض. هيديني الشوكولاته اللي احنا بنستعملها لدهان السندوتشات او الشوكولاته اللي انتوا بتسالوها. اما الجناش كنا عاملينه قريب، هو عباره عن كوبايه كريمه سايله بحطها على النار تغلي زي ما هعمل دلوقتي مثلا. بحط كوبايه كريمه سايله على النار، واحط معاها اول ما بتغلي بقوم حاطط عليها كوبايتين من الشوكولاته القطع او الشوكولاته الشيبس، وشايلها من على النار بسرعه ومقلبها لغايه ما تدوب تبقى معايا سايله. ده الجناش. ده السؤال. الكريب الحادق، الكريب الحادق عباره عن نص لتر من اللبن. ما هو في نوعين من الكريب، في نوع كريب دلوقتي بيتعمل سندوتشات، ده موضوع بره الموضوع خالص، بره القصه. وفي نوع كريب تاني بيبقى الفرنساوي اللي بنحشيه مثلا سبانخ، بنحشيه مشروم، بنحشيه فراخ. ده الكريب الحادق. الكريب الحادق ده 5 بيضات، نص لتر لبن، كوبايه ونص من الدقيق، معلقتين زبده سايحه ومعلقتين زيت. بقلب كل الحاجات دي مع بعض. لو حطيت عليهم ملح وفلفل بقى كريب حادق. حطيت عليهم فانيليا او سكر او قرفه او بشر برتقال او اي حاجه تانية فيها فليفر من الحاجات الحلويات، يبقى بقى كريب حادق. يبقى هنا نفس المقادير، ملح وفلفل تبقى حادق. لو حطينا عليها اي نكهات من بتاعه الحلويات يبقى حلو. هناخد كده كل شويه بقلب الشركسيه، هوريكم شكلها دلوقتي، وهنغرفها رز ابيض عادي بس بنسقيه من الشوربه بتاعه الفراخ. فانا الرز ابيض عشان برضو ما نضيعش الوقت بقى في اعمال الرز، عملته اهو، وبعدين غرفته زي ما انتم شايفين اهو في بوله، عشان هحط حواليه الفراخ بتاعتنا. وبعد ما احط معاها الفراخ هنقدم عليها الصوص بتاع الشركسيه بعد ما استوى معانا اهو. عايزين تحطوا على النار اكتر مفيش مشكله، لكن انا بحب طعم عين الجمل يقرمش وانا باكلها. انتوا بقى اصحاب الموضوع بقى، عايزين تخلوها تقعد ساعه على النار مفيش مشكله خالص، انا ما عنديش مانع. لكن دايما انا بقول ان احنا بنستعمل الحاجه بتاعتنا ببساطه يعني. كبشه، وبعدين ناخد قطعه الفراخ ده ورك، وبعدين ناخد كمان الورك الثاني نحطه العكس، وناخد صدر نحطه هنا، وناخد صدر نحطه هنا، وبعدين نجيب الخليط بتاعنا او الصوص بتاع الشركسيه عشان نغرفه. بسم الله. بصوا بقى، غطوا خالص الفراخ بحيث ان اللي جاي ياكل ما يعرفش فيها ايه. عايزين تقدموها بطريقه ثانيه ممكن تاخدوا الصدر او الورك لو لفرد يعني، ونعمل ايه؟ نحطها ونحط قطعه مع شويه الرز. ممكن نقطع الصدر دوت 4/4 او اكتر او اقل، ما فيش مشكله خالص. حاضر من عينيا اهو. صوص الشركسيه للاستاذه حنان هنقوله حالا من عينيا. كل اسئلتكم مجابه، وكل اللي انتوا عايزينه هنقول لكم عليه اول باول. انا حطيت شويه من الصوص كده مش اكتر من كده، وهنشيل الزياده ده عشان خاطر بس ايه المخرج بتاعنا بيحب الشركسيه وقال لي اعمل حسابي، فعشان كده مش عارف بقى هيفطر دلوقتي ولا ايه. قطعه من عين الجمل عشان بس تميز الشركسيه شويه، وبالهنا والشفا. ده شكلنا.
لو انا كنت كاتب معلقه بابريكا، لو لقيت الصوص افتح من كده لونه فاتح ممكن نزود بابريكا، لكن معلقه البابريكا دي هنحطها كده ديكوريشن، رشه كده فوق الوش. دي جديده خالص لاول مره بتشوفوها، بس كده ايه حاجه تدينا شكل، تكسر اللون بتاعنا. بالهنا والشفا. خلصنا الشركسيه، يلا بينا نكمل بقى الرز بلبن. هنيجي هنا هنقول حاضر من عينيا. الاستاذه حنان عايزه طريقه الصوص، هقول حاضر. هنا الرز على النار، انا هقربه هناك كده عشان خاطر نشوفه. هيغلي معايا لغايه ما يستوي خالص. وتعالوا نعمل الكراميل واحنا بنقول طريقه عمل الصوص تاني. انا جبت الفرخه قدامنا اهي، سلقتها في ميه فيها بصل وجزر وكرفس وورق لورا وشويه من المستكه والحبهان. ادي الفرخه بتاعتنا هتستوي معانا خالص. بعد ما استوت خرجتها وخليتها خالص من العظم والجلد، خليتها على جنب. خدت مقدار نص لتر من المرق ده، وكان عندي كوبايه ونص من عين الجمل او من الجوز المحمص، عليه 4 شرايح من التوست، ضربتهم في الفيدر صوص بتاعتي في الكبه يعني لغايه ما بقوا خشنين شويه كده، وقمت نازل على الصوص ومقلبه زي ما انتم شفتوا بنفس الطريقه لغايه ما استوى بالشكل ده وقدمناه. يبقى احنا كده في طريقه شركسيه. رز بلبن. تعالوا نعمل مع بعض بقى الكراميل. انا عايز اجيب هنا بس عندنا سكر هنا غير سكر الكراميل خالص. الكراميل عباره عن كوبايه سكر وعليها 3/4 كوبايه كريمه فقط. طب في طريقه ثانيه يا شيخ يوسف تعرف تقول لنا؟ طبعا كوبايه سكر وعليها نص كوبايه زبده ونص كوبايه لبن. يبقى انا بسهل لكم المواضيع اهو. هنحط هنا السكر على النار، وحاولوا ما تعملوش زي ما انا بعمل، يعني انا هبقى متحكم في درجه السكر بتاعنا هيوصل لدرجه ايه. فهنزود سكر بقى للرز بلبن. هنكرمله زي ما هو كده. لو انتوا عايزين تحطوا شويه ميه عشان لو بتعملوا حاجه وتخفوا يتحرق، حطوا شويه ميه عادي، لكن انا هحطه على النار دلوقتي قدامكم لغايه ما يكرمل معايا. ممكن نعمله بمعلقه احسن ستانلس. جميل. بصوا بقى، انا حطيت هنا سكر فقط اهو، كل شويه بشوفه علشان ما يتحرقش، ممكن السكر ده يتحرق مني ما اقدرش اكمل معاه. وعندي هنا 3/4 كوبايه من الكريمه، وعندي كمان الرز على النار. الرز على النار اول ما هيوصل للغليان، اول ما يوصل لدرجه الغليان هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي واحنا مع بعض. احنا قلنا كل الاسئله، كل الاجوبه جاوبنا عليها، ما فيش عندنا اسئله تاني. منتظر تليفوناتكم، وزي ما بقول ما عندناش غير رقم واحد، هو رقم 149. بجد انتوا عارفين ان انا ما بكذبش. انا مع شركه زانوتي بقالي اكثر من مش فاكر ممكن 15 سنه او اكثر، ولكن الناس دي عندها مصداقيه. الرقم ده ما اتغيرش على مدار ال 15 سنه دول. ولكن عندنا احنا هنا ايه بقى؟ في شركات تانية، يعني مثلا انا فتحت مركز صيانه جنب البيت فبكتب عليه كلمه زانوسي وبحط رقم. ده ممكن اللي هو بيبقى فيه مشكله لو انتوا استعملتوه او رحتوا اتعاملتوا معاه، انا ما اعرفوش. لكن 149 لو واجهتكم، انا اللي بقول اهو على مسؤوليتي الخاصه، اي مشكله معاه كلموني، انا كل تليفوني معاكم كلكم. طيب هنا زي ما قلنا الكراميل اللي شايفين انا بقلبه ازاي، ما تخافوش تقلبوه، لان طبعا انا بعمله من غير اي ميه ولا اي حاجه. لكن انتوا لو حابين تحطوا شويه ميه علشان خاطر ما يتحرقش معاكم مفيش مشكله. اللون بدا يصفر، اول ما هيوصل لدرجه لون معينه كده هتلاقوني بنزل عليه الكريمه ونشيله من على النار ونرجع نرجعه تاني. لسه بدري، لسه بدري على الموضوع. نبص تاني على الرز بلبن. حطينا الرز بلبن على النار، الرز بلبن بتاعنا اهو على النار. انا بس عايز اطفي دي لان مش محتاجها، درجه الحراره خلتنا عرقنا اهي بتاعت البوتاجاز بتاعنا. وبرده ايه يعني الفرخه ممكن نشيلها خلاص، احنا مش هنحتاج نعمل بيها حاجه دلوقتي عشان نخفف بس درجات الحراره الموجوده عندنا دي. تاني اهو نطفي ده كمان، واروح ابص على الكراميل. انا شغال معاكم وايدي بتقلب في الكراميل اهي. شفتوا درجه اللون بقت عامله ازاي؟ ما تستعجلوش، اول ما تحسوا انه وصل لدرجه اللون اللي انتوا عايزينها بصوا بقى. ايه رايك كده في اللون ده اهو؟ ما تحرقوش اكتر من كده بقى. ليه؟ لو اتحرق اكتر من كده بقى لونه بني غامق هيمرر. نحط عليه الكريمه ونشيله من على النار شويه. الله، ده كرمش كده وقفش لا ما تقلقوش خالص خالص.
امشوا معاه كده شويه بشويه لغايه ما يفك معانا تاني ويطلع معانا الكراميل. كله قدامكم على الطبيعه، ما بنعملش حاجه من وراكم خالص. دايما هتشوفوا الجديد معانا على صفحتنا، على صفحه زانوسي، وكل الجديد وكل الابتكارات بتاعه الشيف يوسف. ادي الكراميل خلاص كده وصل معانا الكراميل للدرجه اللي انا عايزها، اشيله بعيد. بصوا بقى لونه عامل ازاي، ونستنى لما الرز بتاعنا يستوي معانا. احنا بس قدامنا. عارفين انا بعمل كده ليه؟ علشان لو في كتل ولا في اي حاجه تسيح معايا تدوب. شفتوا بقى درجه تركيز الكراميل؟ هو ده اهو. كل ما هتسيبوه يبرد اكتر كل ما هيجمد معاكم اكتر. نرجع تاني مرجوعنا للرز. انا حركته هنا بقى عشان خاطر ايه، عايز اطفي كل درجه الحراره عاليه جدا. فانا بصراحه حاسس ان انا، انتوا عارفين في الصيام بتبقى الدنيا برضو يعني الميه اللي بتنزل من الجسم دي بتخلي الواحد يعطش اكتر. طيب اول ما هيغلي معانا هيكون مجهز بقى ايه عندي. لو انا عايز اتقله بسرعه اما بيغلي معانا اسيبه على نار هاديه لغايه ما يتشرب. لكن احنا خلاص يعني وقتنا قرب يخلص، فانا مسوي الرز فمش محتاج بقى اسيبه على النار اكتر من اللازم. اول ما هيغلي هيكون عندي شويه لبن متدوبين في معلقه نشا. لو حابب اربطه سريع، لو حبينا نربطه اسرع، ناخد شويه لبن كده نقلبهم مع شويه الكورن فلاور او النشا. بالمناسبه بس عايز اشكر زوجتي على الرز بلبن ده. يعني هي الرز بلبن ده بقيت انا مشهور بيه، بس هي صاحبه الطبخ يعني. ان شاء الله تعمل لنا بقى النهارده ولا بكره يعني مش عارف، نقعد نتحايل عليها شويه. خلاص نقلب كده. بصوا بقى ده كورن فلاور او نشا متدوب في شويه ميه. وبعدين هنا الرز بتاعي بدا يغلي، انا لسه ما حطيتلوش السكر خالص. فهبدا اول ما هيغلي معايا هنضيف له السكر، وبعد كده نضيف له الكريمه. مش انتوا بتلاقوا الرز كده عامل طبقه صح؟ متكرمشه كده على وش الرز، هي من الكريمه او من القشطه اللي بتتحط. هجيب السكر بتاعنا اللي هنزود بيه. احنا قلنا كوبايه لكوبايه ونص حسب المذاق. يعني في ناس بتحب السكر زياده، حطوا اللي انتوا عايزينه. في ناس بتحب سكر قليل، حطوا برضو اللي انتوا عايزينه. في ناس مش عايزه تحط غير شويه سكر صغيرين زي ما تحب. لكن احنا بنتكلم على ان انا السكر ده اختياري، السكر ده مش اجباري، اختياري. يعني انا عايز سكر قد ايه احط. ده انا عندي 3 حاجات هنا محطوطين قدامي. عندي نشا متدوب في شويه ميه او لبن، وعندي كريمه لباني، وعندي كمان السكر. هنحط ال3 حاجات كلهم مع بعض. بس انا ايه رايكم هغير برضو المكان. جميل خلاص. بسم الله. عشان يبقوا جاي السنتر كده تشوفوا احسن من الحته اللي على الجنب، لان انا كده يهمني ان انتوا تتفرجوا على الشكل ده في النهايه. هنطفي بقى ده. والله مش عايز اقول لكم درجه الحراره بتخلي الواحد يلا الحمد لله. اول حاجه هنحط بقى السكر كده ندوب مع بعض كوبايه ونص من السكر ونقلب عشان يدوب معانا وهو سخن. اللبن سخن يدوب معانا السكر اسرع. وبعدين نضيف الكريمه اللباني اللي انا قلت لكم عليها عشان تديله غنى او تبقى ريتشي. في ناس بتحط حته زبده ماشي، في ناس بتحط قشطه ماشي، اللي انتوا عايزينه. الموضوع ده اختياري برضو، ان انتوا تحطوا جواه حاجه دسمه زي القشطه او الزبده مفيش مشكله. مش انت لما بتجيبي اللبن ساعات بيعمل وش كده مجمع يحطيه فيه، ما فيهاش حاجه خالص. لان الكريمه هي مرحله من مراحل قبل القشطه، الكريمه بتبقى مرحله قبل القشطه بشويه. هنشيل بس الحاجات دي ونروق الدنيا هنا كده، ونروح نوريكم هنعمل ايه على بال ما اللبن بتاعنا او الرز بلبن يستوي معانا. طبعا انا مجهز شويه، بس في فكره هقول لكم عليها ازاي تطلعوا برز بلبن بالكراميل بشكل شيك شويه. عندي بولتين اهم مثلا، دي طريقه للتقديم. هنحطهم هنا ونشيل اللبن ده، وبعدين نجيب معانا الكراميل بتاعنا. ناخد شويه كده من الكراميل، حوالي معلقتين في البوله دي، وهنا معلقتين. نحاول نخليهم محطوطين عدل، بلاش الطبق. نستنى عليهم شويه كده يبردوا شويه.
وبعدين اول ما الرز بتاعي يستوي ويوصل لدرجه السوى الكامله هنعمل ايه؟ هصب على ده ونبيته في الثلاجه شويه ونيجي نقلبه هيطلع معانا. بس طبعا الرز بلبن هيبقى طري جوسي، مش قطعه واحده، مش عامل زي الكريم كراميل. الكريم كراميل بيبقى ماسك نفسه، لكن ده اول ما هتصبوه زي ما انا صبيته من شويه هتلاقوه كده ايه بدا يتفكك معاكم شويه. لان طبعا الرز بلبن مش عايز اقول لكم ان ما بيبقاش عامل زي قطعه العجين، لا لازم يبقى سايل، ما يبقاش حته واحده. فاهميني؟ بس تعالوا معانا بقى واحنا بنقلب كده ننزل بماده الربط بتاعتنا الاخيره اللي هي قلنا معلقتين من النشا او الكورن فلاور، ونقلب كده مع بعضه كله. واول ما هيوصل لدرجه التماسك بقى هنبدا مع بعض نوريكم شكله عامل ازاي. اهو ممكن ارفع بعيد عن النار شويه. بدا يغلي معايا اهو. لو حسيت تاني ان هو سايل شويه او عايز ماده ربط تاني نربطه تاني. بس انا اعتقد ان الرز بلبن مش عايز اكتر من كده، مش عايز اجمده، مش عايزه زي ما قلت مش عايزه يبقى كتله، عايزه وانا باكل كده يدوب في البق. اهو هنقلب تاني كده مع بعض لغايه ما يبدا يتماسك شويه. طالما بتستعملوا حاجه تثلث اوعوا تسيبوها لحظه على النار عشان ما تتحرقش وترجعوا تقولوا ده الحاجه اتحرقت والشيف ما قالناش. جميل. يبقى احنا كده اهو الرز بتاعنا وصل لدرجه النضج الكامله. هنعمل ايه؟ زي ما نصحتكم نيجي كده نطفي خالص الكهرباء بتاعتنا او الحراره ونقلب عشان ما يبقاش فيه بس حتت مش متماسكه. عايزين تسيبوه على النار شويه يتشرب لغايه ما تحسوا انه بقى سميك شويه، مفيش مشكله، الموضوع ده في ايديكم. بس طبعا احنا عشان خاطر وقتنا بقى لازم نغرف حالا الكراميل مع الرز بلبن. بصوا بقى الفكره اللي جايه دي هقول لكم على 3 افكار مع بعض. الفكره الاولانيه اللي احنا عملناها هي بتاعه الغرف زي ما قلنا في البولات. طب تغرف ازاي في البولات؟ هنجيب حاجه معلقه مثلا اهي. فكره البوله دي لو انا طبعا الكراميل سايل اهو بيتحرك اهو، لو انا حطيت الرز بلبن وهو سخن عليه مره واحده يحصل ايه؟ تلاقوه عزله كده ونزل تحت. فاحنا هنجيب دي كده وهوريكم طريقه ان انا اغرف بالراحه خالص الرز بلبن من غير ما اخلي الكراميل يتحرك من مكانه. نجيب معلقه ثانيه وناخد بكبشه او بمعلقه حسب اللي انتوا عايزينه وننزل عليها كده. شايفين الفكره دي؟ فلما بنزل بينزل فين؟ في الحروف، ما يخليش الكراميل يتحرك. عمليه الحركه اللي انا بنزلها فوق الكراميل هي دي اللي تخليه يبعد. بفضل احط كده لغايه ما املى معايا الخليط خالص. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا هنغرفه في بوله او نغرفه في كوبايه من الكوبايات بتاعتنا او في اي حاجه عايز اقدمها طبق تقديم ونغرقه بقى بالكراميل زي ما هنعمل دلوقتي حالا. خلاص كده سيبه في الثلاجه لغايه ما يتجمد معايا. احنا كده عملنا دي طريقه. الطريقه الثانيه اهي هوريها لكم حالا ان احنا هنجيب طبق اهو او بوله او كوبايه. شايفين كوبايه ملونه شكلها شيك اهي. حرك ده هنا عشان هنا خلاص احنا قربنا على الفينش النهائي. ده الشركسيه وده واحد من القمر قصدي من الرز بلبن. في طبق كمان احنا غارفينه انا فاكر فين يا ابني معلش بقى واحد بيتوه. وادي الطبق الثاني. انا عندي 3 طرق للغرف. دي بقى اللي انا قلت لكم لما باجي ثاني يوم او بعدها بساعتين عشان احنا كنا عاملينه كان سخن، فالبولات اما حطيتها وهو سخن فرد معايا كده بالشكل ده. بس ده ما يمنعش ان طبعا شكله مش انسيابي قوي بس حلو، طعمه حلو قوي. نيجي هنا الكراميل اللي عندي ده هناخد منه شويه على الوش وانا جاي باكل او اخد قطعه من الكراميل مع الصوص او نحط شويه هنا. في طريقه كمان هقولها لكم، انتوا عارفين انا ما ببخلش عليكم خالص باي معلومه. هنفرد كده على الوش ونقدم. في الطريقه الثانيه بقى ان انا اجيب الكوبايه الثانيه اللي شبه دي واجي اعمل ايه بقى؟ اخد بالمعلقه على الحروف هنا كراميل وبعدين هنا كراميل
اعمل 5 6 حروف كده، وبعدين اصب عليها الرز، ونوريكم بعد الحروف دي كده ما تبقى بالشكل ده اهو. بصوا بقى من هنا من جنب هتلاقوا فيه لون بني. بعد كده اصب عليها الكراميل، اصب عليها الرز بلبن بتاعنا. معلش استحملوني شويه، كل ما بتيجي لي فكره بقول لكم عليها بتاعتها اهو. وبالهنا والشفا. عندي بقى افكار كتيره وعندي حاجات كتير جدا. انا بغرب بمعلقه بس يلا مش مشكله، عشان ايه مش عايز اطلع بره واخركم تاني عن اللايف اللي احنا عاملينه. بذكركم تاني اللي ما شافش الحلقه كامله ممكن يشوفها على صفحتنا او على قناه زانوسي على اليوتيوب بعد المغرب مباشره. كفايه كده، احنا غرقنا كام طريقه. اخر حاجه بقى، اخر حاجه قبل ما امشي، الكراميل اللي عندي ده انا ممكن اصبه على الرز مباشره، يبقى طعم الكراميل جوه الرز. هتشوفوا لونه هيتغير ازاي، وده اللي انا من ساعتها عايز اقول لكم اخر فكره عندنا اهو. ونقلب، بصوا لون الرز اتغير بقى شكله ايه؟ فراون. هو ده فكره جديده وافكار جديده هتشوفوها دايما على صفحه زانوسي مع الشيف يسري في برنامج لايف وذ ذا شيف. النهارده حلقتنا انتهت، يا رب تعجبكم. دربكنا الدنيا، بس انا عارف ان انا عملنا النهارده ابتكارات وحاجات مميزه ان شاء الله تعجبكم. مستني كل تعليقاتكم على صفحه زانوسي. محتاجين اي حاجه نعملها لكم، ممكن نحط شويه زبيب كمان، اللي انتوا عايزينه احنا موجودين هنا في خدمتكم. بشكركم على حسن الاصغاء وعلى السماع. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه الساعه 4. السلام عليكم. وكل يوم اكله جديده، استنونا مع زانوسي.